وبركاته. ازيكم حلوين؟ اخباركم ايه؟ النهارده هنعمل دلايه بالشكل ده بالريزن. انا مخلطه الريزن ومظبطاه نسبه 3:1. انا مستخدمه حوالي 20 سنتي. انا بستخدم السرنجه اللي انتوا شفتوها معايا قبل كده في المعيار، اللي هي السرنجه دي تقريبا عامله 20 سنتي منها تقريبا، يعني بالتقريب. وبخلط نسبه 3:1 اللي هو كيما بوكس. انا بستخدم كيما بوكس. تمام، كيما بوكسي 150 3D. ده يعتبر بالنسبه لي اسهل حاجه متوفره. المحل جنبي فبنزل بشتريه من المحل قدامي. اي نعم هو غالي، بس انا بقالي كتير بستخدمه فخلاص اتعودت عليه. هستخدم النهارده ورق الذهب، وهستخدم لون ابيض بودر، مش مايكا، ده لون ابيض بيديني درجه البياض القوي. وطبعا ده الريزن بتاعي. هستخدم مايكا ذهبي بس، يعني هي ديت هعمل بيها تاتش كده بسيط وبس، مش هعمل حاجه تانية. ويلا بينا نعمل الدلايه. اول حاجه انا هجيب اللون الذهبي بتاعي، هبطن بيه الجوانب. تمام، هفتح بس بالراحه كده عشان هو بيغرق الدنيا ذهبي. الدنيا بتتملى اهو، اللون اهو بياخد كده شويه. واخلي بالي عشان انا عايزه الجوانب بس كده. حاولوا تبقى الجوانب بس بالشكل ده كده، عشان لو نزل تحت، بصوا اللي تحت ده لازم امسحه عشان هيطبع فيه الدلاية نفسها، ومش هيبقى لذيذ، مش هيديني اللي انا عايزاه. التكنيك ده بستخدمه في الكوسترات، بيبقى لذيذ برضو. انا عايزه اعمل حرف الكوستر ذهبي. طبعا ده بيبقى غير اللون الذهبي اللي احنا بندهن بيه الكوستر من بره، يعني دي حاجه تانية. او الدلايه طبعا. بس بيديني كده تاتش ذهبي من جوه، بيبقى شكله حلو. تمام كده. هشيل الزوايد. شلت الزوايد. هبتدي اقفل بقى اللون الذهبي ده، خلاص مش عايزاه عشان اللون بيغرق الدنيا بصراحه، المايكا ديت. هجيب الريزن، هحط هنا كده الشفاف اهو بالشكل ده كده. اقلب فيه ورق الذهب اهو بالشكل ده. تمام، هحط شويه كمان. مش هحط اي حاجه غير ورق ده. هحط بقى في اللي هنا الجزء التاني، انا هعمل نصين. الابيض ده باخد منه شعره واقلب على ما قد درجه اللون اللي انا عايزاه. هحط تاني. الحلو في اللون الابيض ده بيديني الابيض العميق. يعني بقعد اكتر منه، هو بودر فبراحتي بقى، يعني هو بودر مش سائل، فبحط منه براحتي. ده الحلو فيه الالوان البودر، ان مش بتبوظلك مهما تحطي او تتقلي، مش بتبوظ القوام بتاع او الكيمياء بتاعه الريزن بتاعنا او الايبوكسي بتاعنا. لان الالوان السائله ما ينفعش نحط منها كتير. والالوان الكحوليه نفس الكلام. الالوان الكحوليه بصراحه معايا برضو مش عايزه يتحط منها كتير. احسن حاجه البودر والمايكا. بصوا اللون. انا عايزه ازود سنه كمان، اخر حاجه هزودها اهي. وهقلب كويس 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 عشان البودر يدوب اهو. بصوا انا بقلب كويس ازاي عشان البودر يدوب جوه الريزن. تمام، انا عامله طبعا دلايه واحده فمش محتاجه اعمل كوبايتين، فعشان كده عملت الصغنطوط ده.
لون اسمه ابيض حليبي. مش هتوصلوا له غير بحاجتين، يا بالبودر ده يا في لون معين من الالوان اللي بتدينا الابيض ده من شركه معينه، للاسف ما لقيتهاش فجبت من ده. حلو، اداني نفس النتيجه، بس محتاج تقليب كتير عشان البودر يدوب. تمام كده. هبتدي اعمل ايه؟ هنزل مع بعض، يعني هنزل ده في نفس الوقت اهو. هعمل الابيض فوق والورق الدهب تحت. تمام. خلينا بس كده. هوزع بس ورق الدهب متكلكع. كده. وهسيبها تنشف خالص. إيه بصي حلوين كده، نشفت خالص اهوت. بس انا هعمل ايه هنا؟ هحط حرف الاس ده، هلزقه. بعد كده هصب عليه شويه برضو ريزن، انا عاملاهم شفافين اهو. هاخد بس حرف الاس من هنا والزقه. ادي حرف الاس اهو، انا هلزقه هنا كده في الحته ديت كده، عشان ايه؟ يبقى فوق اللون الذهبي في ناحيه، يعني بين الذهبي والابيض بالشكل ده. هجيب بقى يعني تقريبا في النص اهو، نلزقه كويس. اهو بالشكل ده كده. وهصب عليه الشفاف اللي انا عملته، عامله شفاف عادي خالص اهوت. طبعا انا دي قوالب سيليكون. بقلب فيها برضو مع الكوبايات البلاستيك او كوبايات الورق. هصب كده واوزع. وهعمل ديت بنفس اللي جنبيها دي بنفس الطريقة، هحط فيها حرف برضو وهصب فوقيه شفاف. هصب بس شوية كمان، نقطة كده بس شوية، بس خلاص كده. وهسيبه ينشف، هوريكم بقى النتيجة النهائية. كده الدلاية خلصت ونشفت اهوت، بس هصنفر بس الجوانب. وده شكلها اهو نهائي. انا بس عملت الصنفرة بس، هصنفر الجوانب. هعلق بقى دلاية ميدالية او زي ما انا عايزاها، او دلاية عربية. وديت الدلاية التانية برضو اللي انا عملتها معاها، ممكن احط برضو حرف، ممكن اسيبها سادة، شكلها لذيذ قوي اهي. تمام. وادي شكلها بجد في الحقيقة كمان احلى بكتير. وادي حرف الاس اهوت، لذيذة قوي وجميلة، ويا رب تعجبكم تجربوها. اي سؤال او اي حاجة اكتبوا لي في التعليقات. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي جديد. سلام.